يبدو أن إيران أصبحت تتعامل مع الأقطار العربية وفق استراتيجية توسعية رسمتها منذ قيام الثورة الخمينية، وتحت تأثير هذه الاستراتيجية فهي تبني مواقفها وتحركاتها بعيدا عن أي التزام بمبادئ القانون الدولي وقواعد العيش المشترك. فليس من المستغرب أن تسارع طهران إلى نفي صلتها بأطنان الأسلحة المرسلة إلى اليمن، على الرغم من اعتراف الأشخاص الذين ضبطوا مع تلك الأسلحة بأنها قادمة من إيران. بل إن المفاجئ هو إصرارها على أن ما تقوم به في اليمن من تخريب وتدمير للأمن والاستقرار ودعم للفتن الطائفية والجهوية والمناطقية والشطرية وشراء الولاءات بغية تفجير الأوضاع في هذا البلد وزرع الشقاق بين أبنائه، وكأنه حق من حقوقها وليس عدوانا وانتهاكا بربريا لسيادة واستقلالية البلد. إن خطر التوجه الإيراني في اليمن يبدو ماثلا اليوم في قيام طهران بدعم وتمويل بعض التيارات السياسية والحركات المسلحة بالمال والسلاح. فإلى جانب ما تقدمه لحلفائها الحوثيين في شمال الشمال، فقد استقطبت بعض الحراكيين في الجنوب، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي سالم البيض الذي لا يخفي تلقيه الأموال من إيران، والذي يقيم في بيروت لتسهيل نقل بعض الشباب من جنوب اليمن إلى طهران لتدريبهم من قبل الحرس الثوري. والأخطر من كل هذا ما كشف عنه في الفترة الأخيرة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لأبناء الجنوب القيادي البارز محمد علي أحمد، والذي أشار إلى أن معظم قيادات الحراك قامت بزيارة طهران بهدف الحصول على الدعم والاتفاق على الوسائل التي من شأنها أن تساعد على التمدد الإيراني في اليمن، مؤكدا في هذا الصدد أن النفوذ الإيراني لم يعد محصورا في نشاط الحركة الحوثية في شمال الشمال، بل إن إيران طلبت من قيادات الحراك تجنيد وتدريب 6500 شاب من الجنوب. وإذا ما أضفنا ما سبق إلى ما ذكره الرئيس عبد ربه منصور هادي في أكتوبر الماضي من أن إيران تسعى جاهدة إلى تنفيذ مخطط باليمن يتيح لها السيطرة على باب المندب الذي يعد شريانا للملاحة والتجارة الدولية، سنجد أن إيران وبعد أن استطاعت ترسيخ أقدامها في العراق ولبنان وبعض المناطق العربية الأخرى اتجهت للبحث عن موقع آخر فوجدت ضالتها في اليمن.